لو انت مجروحة ومتضايقة ودايما بتطلعي غلك في السكريات، يبقى لازم تطلعيها بالطريقة الصح اللي ما تضرش جسمك. عملت لكم النهارده ايس كريم بنص السعرات الحرارية للبولة الواحدة، بسكر ستيفيا، وكمان في لبن بودر وطعمه رهيب. كوباية من الحليب الساقع، نص كوب من كريمة الحلويات، رشة فانيليا، كوب من اللبن البودر، 2 باكت من سكر ستيفيا، واقلب كويس قوي لحد ما القوام يتقل. هقسم الخليط على 3 اطباق علشان اعمله ب3 نكهات. طبق منهم معلقه من الكاكاو الخام ورشه اي قهوه سريعه الذوبان. اجيب شويه مانجا كده تقريبا ربع كوبايه، هحط المانجا على الخليط واقلب كويس، وبعدين هدخل الايس كريم الفريزر اقل حاجه 6 ساعات. ابدا اشكله كده بالسكوب على هيئه ايس كريم. وده كده المانجا، هحاول كده بالمعلقه افرده بالراحه واشكله على هيئه كوره كده ناعمه متساويه، وابدا احطه في الاطباق. وده كده كمان طعم الشوكولاته اللي عليه رشه قهوه سريعه الذوبان، هبدا اشكله بالمعلقه بنفس الطريقه علشان تشكل معايا كوره ناعمه متساويه. وعلى الوش ممكن نضيف شويه مكسرات. لما قريت المقادير في ايس كريم وندر فيت لقيت فيه لبن باودر وكمان سكر ستيفيا، دول اللي مدين الايس كريم ده الطعم المميز. متستغنوش عنهم، اعملوا سيف وجربوها، وباي باي.